أشرف، سيادة المستشار بيقول كان درع وكان بنتكلم بصيغة الماضي. تعتقد حضرتك ان الثورة خلاص انتهت ولا لسه في طور الولادة زي ما بيقولوا؟ والله أنا أعتقد أن هي في طور التحديث. التحديث. تمام. أنا أعتقد أن الثورة تحدث من نفسها وتغير، لكن هو المخاطر الحقيقية اللي هو دخول أو محاولة الفاسدين لضرب هذه الثورة بصورة أو بأخرى. وأنا أعتقد لهم صور في هذا الأمر، ومنها الاعتصامات الشديدة التي تحدث في كل أنت شايف أن دول ضد الثورة؟ ضد الثورة، مش معها. قد ليسوا معها. صحيح، ده مش مع الثورة. وعلى فكرة غالبا واحد قال لي مقولة جميلة يا شيخنا، قال لي ان كلهم ما كانوش في الثورة، كانوا بيتفرجوا. حتى ولو كانوا ولو كانوا من الثوار نفسهم، وحتى ولو كان الشباب نفسهم. الآن الاعتصامات هذه التي توقف البلد، الاعتصام ده شيء ضد الثورة نفسها. احنا لنا هدف أسمى، احنا عايزين التجرد، احنا مش عايزين واحد بيتكلم باسمه او بيتكلم لمصلحته الشخصية. احنا عايزين نتكلم لمصلحة بلد وطن كامل ككل. الثوار عملوا كده وبدأوا الشباب الكلام ده ومشوا بهذه الكيفية بصورة حسنة جيدة. فأنا بقول مادام هم عملوا الحكاية دي، يا ريت نستنى لما نشوف الأمور هتمشي ازاي، عشان خاطر زي ما ربنا قال في القرآن فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. احنا لسه ما قلناش والحمد لله رب العالمين، لسه ان شاء الله، لأن احنا لسه في طور التحديث. طيب برضه انا حابب اسال نفس السؤال سياده المستشار، الاموال اللي لنا اتنهبت بره وطلعت بره، حكم الشرع فيها ايه، خصوصا ان احنا قلبنا محروق عليها؟ والله شوف، احنا في حكمين. الحكم الاولاني ان المسؤول الحالي الذي يمكنه الاتيان بهذا المال، هذه مسؤولية في رقبته. الحكم الاخر او الرأي الثاني ان هذه الاموال من الخطورة بمكان على اصحابها الذين سرقوها الا يدلوا عليها. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لما بعت واحد يروح يجمع الاموال الزكاة من المسلمين، فالراجل ده كان اسمه ابن اللتبية، راح ابن اللتبية ده يجيب زكاة الاموال من الناس، فكل ما يروح يجيب زي الناس بتاع الضرايب دلوقتي، امور الضرايب والناس دي، فكل ما يروح لواحد ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. طيب يا رب. فكل ما يروح لواحد يقوم مديله هديه عشان يتجاوز عن بعض الحاجات، زي ما بيحصل في القطاعات الفاسده التي حدثت فيما مضى، واعتقد ان خفت كتير قوي في الفتره الحاليه. فلما جه للنبي قال له هذا مالكم وهذه هديه اهديت لي. النبي عليه الصلاه والسلام صعد على المنبر وهو جمع الناس، ولما يصعد على المنبر في غير وقت صلاه الجمعه يبقى معناه في امر جلل او امر خطير حصل وهيبلغ به الناس. فبيقول ايه؟ قل اني استعمل الرجل منكم فيقول هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ صحيح. والله النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم إني لا أجد الرجل منكم يوم القيامة يحمل بعيرا له رخاء أو شاة تيعر. يعني لو واحد سرق معزة هيجي يوم القيامة شايلها وماشي بيها وواقف عمال يعمل كلام. فأنا عايز أقول الدور الأساسي في هذه المسألة إن أنا زي ما بوصل للناس أرقام المليارات اللي إحنا مش عارفين نحط الإصفار بتاعتها، أوصل لهم إزاي هجيبها، أوصل لهم نقطة أهم من دي. تمام. أقول لهم خلي بالكم المال ده اللي خده صاحبه حتى لو ما جابهولكش أو حتى لو لم يرده، لأن لو الحاكم الحالي رد هذا المال منه عنوة، هذا لا يعد توبة للسارق، إنما لا تعد توبة للسارق إلا إذا اعترف بها، واحد، اثنين، ثم سلمها، عشان خاطر يعد توبة وممكن ربنا يتوب عليه ويدخل ده حكم شرع عليه. نعم. تمام. لكن عايز أقول إن زي ما بنقول لهم دي نقول لهم الثانية، إن إحنا في الآخرة لو ما خدتوش حقكم في الدنيا أنت أكيد هتاخدوا في الآخرة، وهتشوف كل واحد وهو شايل واخد 100 فدان. احنا لنا حقوق كتير قوي نعم، ولا له 1000 فدان ولا حاجة، هتلاقي يوم القيامة ماشي ومعاه الأرض اللي هو عاملها مغلى في علا. اللهم امين، ان شاء الله تعود لنا كل الحقوق.